في كبير في هذا المساء، ملعب جاسم بن حمد، الملعب الذي يحتضن هذا اللقاء الآسيوي المنتظر، المرتقب منتخب اليابان، القوة اليابانية أمام أوزبكستان، أبناء طاشكند في مواجهة وأبناء الأرض. قلنا هذا هو الحكم بونيا، الحكم الإيراني الدولي. وهنا الجماهير أوزبكستان وصلت وفي ملعب المباراة مؤازرة بعد أن تصدرت مجموعتها ب9 نقاط مع فيتنام والكويت وماليزيا. أما في الجانب المقابل المنتخب الياباني جابانيز، المنتخب اللي وصل بعد أن وصل إلى المرتبة الثانية، خسر في مباراة وحيدة ووصل إلى الدور ربع النهائي وقابل منتخب قطر وانتصر ب4-2. أما في المباراة نصف النهائي قابل منتخب العراق وانتصر عليه ب2-0. مواجهة أمام منتخب أوزبكستان، منتخب قوي لأول مرة يتأهل إلى أولمبياد، لأول مرة المنتخب الأوزبكي. وننتظر صافرة الحكم الإيراني بونيا، أطلق صافرته على منتصف. عودة إلى حارس المرمى، الخروج للمنتخب العراقي اللي وصل، وأول التسديدات على مرمى المنتخب الياباني. يبارك للمنتخب، يلعب كرة أمامية طويلة، منتخب الياباني، كرة خطيرة يابانية لكن المنتصف تلعب. عادت قلنا المواجهة الأكبر في الصين اللي بعد ذلك يابانية، خطفت هذه الكرة. يا سلام على التسديد والتهديد الأول، تهديد من رحيموف، هدف ليعطي ولكن أطول من اللازم، وهو واحد من الركائز الأساسية للمنتخب. الآن لاعب منتخب أوزبكستان تبدأ، لكن فوجي تغطية وذهبت سهلة إلى حارس المرمى اللي عنده خبرة ميدانية كبيرة في الدوري البرتغالي. والعودة، شوف التسديدة والتمركز. أوزبكستان أمامية، منتخب آسيا الوسطى الوحيد. بعد ذلك إلى منتخب الياباني، قطعت بعد ذلك، عادت يابانية تغطية دفاعية، خسر من أوزبكستان ب2-0. وهذا اللاعب اللي حتى الآن يوروف يتحصل على الخطأ 23. يوروف منتخب الياباني بطاقة صفراء. أوسيا 19 منتخب الأوزبكي، والتغطية بعد ذلك على اليمين، العرضية بعد ذلك تلعبها ضد هذا المنتخب، سجلوا. يا سلام، منتخب الأوزبكي. عادت يابانية خطيرة لكن يابانية اليابان، لكن منتصف الملعب قائد منتخب اليابان، الكرة جويل فوجيتا يلعب يابانية خطيرة. هذه الكرة يابانية خطيرة، هذه الكرة اليابانية، وربما فيها خطأ على مشارف المنطقة. أويو، شوف هذه الكرة اللي انتهت خطوة، كرة يابانية لكن عاد تينوف. حسين قدير يلعب كرة اليو، خاطئ ماتوف يلعب كرة أمامية. أوزبكستان داخل المنطقة. يا عبد الرؤوف، ما هذه التسديدة يا عبد الرؤوف؟ اللعبة حلوة وجميلة. رؤوف اللي لعب كرة، يا الله على هذه الكرة المخادعة، كرة أوزبكستانية مخادعة من قائد الفريق، لعب كرة مخادعة كادت أن تأتي بالأخبار الأولى لموف، يعرض كرة خطيرة. هذه الله على تسديدة من الطرف الأيمن. شوف التسديدة اللي سددها على اليسار، عرضية، صار كرة أمامية ارتداد، لكن حنتكلم عنه إن شاء الله في الشوط الثاني. احتضن يلعب كرة، هذه الكرة ياسر، هذه المنتخب الأوزبكي. يا الله على هذه الكرة، يا الله على هذه الكرة. ما زالت الكرة بعد ذلك إلى فوشيتا للمنتخب الياباني. أوهوتا فن كروي حتى الآن يقدم
فوجيتا في منتصف الملعب. المنتخب الياباني يبدأ بقوة في الشوط الثاني، يبدأ المنتخب الياباني بقوة. الآن بدأ الكمبيوتر، عندنا كرة يلعبها اوهاتا لطريق الطرف الأيسر. يا سلام يا سلام على اللعبة. أولديف يغطي كرة الجزاء والركنية تلعب داخل منطقة البداية. هنا تغطية علي تردد عالميا، هذا هو جويل. يا لعب يا لعب يا جويل فوجيتا، جويل فوجيتا. هذا ليس بياباني انما لعب كرة القدم برازيلية. جويل خلينا نقول جويل الرقم 8. كرة فردية واللعب والانتظار والتأخر. اوكرانيا والمغرب. منتخب مصر 20/7. كرة على اليمين، كرة انطلاقة يمينية فيها خطير على هذه الكرة أمامية عرضية. نعمتوف يعرض عرضية خطيرة. منتخب أوزبكستان خلفية لكن تنتهي دفاعية، وهذه كرة عرضية خطيرة. منتخب أوزبكستان كرة في المنتصف أجمل وأحلى وقادر في خط المقدمة عرضية رائعة رائعة رائعة. هذه الكرة شوف 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 شوف, شوف. مخادعة تماما من هذا اللاعب جينوف كاد أن يأتي بأول الأهداف لولا براعة حارس مرمى مصر. جاسر بيك خطير يصد، عنده أفضلية تلعب أمامية طويلة. هذه كرة خطيرة جدا لكن تنتهي خطورتها. أوزبكستان عرضية خلفية. هناك جويل، هنا لاعب مميز آخر. أفضل يا ديور على المنطقة الخلفية. أطلب الياباني لكن حتى الآن يابانية. يو عرضية خطيرة يابانية. عدت يا جابانيز، عدت على الياباني طويلة. أراد أن يخادع حارس المرمى لكن طالت شوية. عودة إلى الخلف. بدلاء الشوط الثاني يغير النتيجة. أبصم لك على 10 يا جاسم. ما هو ياباني. عدت خروج من حارس المرمى. عبد الواحد نعمتوف يقع في المحظور. يقع في المحظور يا نعمة. لحظات عن طريق هوروكي. يا سلام حلوة ما راح يكمل عبد الواحد، ما راح يكمل. واضح من الوقوع انه ما راح يكمل. صفراء بطاقة وكرة تسديدة. رايحين على الابيض، رايحين على 2018 وكرة خلفية يابانية خط. يصل لهذه الكرة بدلاء الشوط الثاني حد يغير الثاني. عنده أفضلية الآن. هذه كرة خطيرة. الله فوكي مادا الياباني بديل الشوط الثاني. فوكي مادا فوكي مادا يسجل الهدف الأول للمنتخب يا تيمور. المنتخب الأوزبكي لم يستغل الأخطاء ولم يستغل الفرص، إنما أتى يامادا فوكي يامادا. هذا اللاعب الياباني الصغير، هذا اللاعب الياباني. شوف هذه الكرة. هذا هو يامادا سجل أول الأهداف. الله أسيست رائع من أوزبكستان. خطيرة هذه الكرة. يطالب بلمسة يد، بونية قرر ركلة. رحيموف أضاع حلم منتخب أوزبكستان. إنه اليوم حارس نادي بنفيكا